قال الشيخ سالم موسى حمدان من قبيلة المزينة إن تحرير سيناء تم بجهود كبيرة مشتركة بين القوات المسلحة وأبناء القبائل السيناوية. طبعا احنا اليوم احتفاليات تحرير سيناء، وبحقيقة يعني كانت ذي فرحة للجميع، وكان الوالد بيحكي لنا بالبطولات مع القوات المسلحة، فكان يعني لما عبروا وانتصروا بحقيقة يعني كانت احتفالية لأبناء جنوب سيناء، كانت احتفالية كبيرة كبيرة خالص. فطبعا الوالد كان بيحكي لنا البطولات، وكانت بيقول لنا طبعا القوات المسلحة المصرية دايما مخلصين للوطن الغالي علينا جميعا، دايما كانوا في خندق واحد البدو والقوات المسلحة. بحقيقة ذي يعني تحرير سيناء ذا ما جاش بالسهل، لهم القوات المسلحة وابناء المجاهدين سيناء كانوا كتاب مفتوح للقوات المسلحة، والحمد لله كانت فرحة كبيرة 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 على أرض سيناء حينما كان الانتصار 73، فكانت يعني فرحة كبيرة عمت كل ربوع سيناء. طبعا سيناء كانت صحراء، فاليوم في تنمية على أرض الواقع من طرق وكباري وتطوير في المدارس وتطوير في المستشفيات. الحمد لله اليوم عندنا جامعة الملك سلمان في الطور وفي شرم الشيخ وفي صدر وفي أبو رديس، والحمد لله اليوم جنوب سيناء في صدارة العالم. فطبعا كان حلم لأبناء جنوب سيناء مضمار الهجن اللي في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مضمار دولي، وطبعا تزايدت أسعار الإبل. طبعا أسعار الإبل الوقت كانت ب40,000، ولكن اليوم تحققت 800,000 وبمليون وبيعدي المليون. فطبعا المضمار الهجن كان ذا فرحة لأبناء سيناء، فرحة لأهالي جنوب سيناء، فطبعا كان فتح بيوت كثيرة.